عاد الحديث مجددا عن غزو اللحوم الهندية الأسواق اللبنانية، حيث تعمد معظم الملاحم على بيعها للمستهلك على أنها لحوم طازجة، ما أثار حالة من القلق لدى المواطنين. كيف إذن يمكن معرفة نوع اللحم الذي يأكله المواطن وما خطورة هذه اللحوم على صحته؟ أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد أكد أن موضوع بيع اللحم الهندي يتفاقم، وهذا النوع ليس من لحم البقر، فهو من لحم الجاموس، ومن المعروف أنه ذات نوعية رديئة ويتعرض كثيرا للذوبان والتجميد. وسأل: هل تراقب الدولة تاريخ صلاحيات اللحوم المثلجة المستوردة، لافتاً إلى أن الهدف حماية المواطن، واللحم المثلج والهندي يقطع ولا يحتوي على العظام. وتجنباً للتعرض لعمليات الغش، ينصح عادة بطلب اللحوم التي تكون معلقة في الملاحم وليست المقطعة في البرادات، وتبقى هذه أنسب طريقة للحماية من الغش. فيا أيها اللبناني، هنيئا لك لحم الجواميس على مائدتك، لأنه من المتعارف عليه لا الفحوص المخبرية ولا دوريات أمن الدولة ستنفع في الحد من عمليات الغش.